والله أنا عملت حادث عند الإشارة. طيب يا أستاذ صوتك يقطع أولا. عملت حادث عند الإشارة. اسمك ومن أي مدينة؟ اسمي عصام محزري. أستاذ عصام من أي مدينة؟ من مدينة الشرقية الدمام. يا أستاذي الصوت يقطع، أنا مو قادرة أسمعك. والله لأن السيارة راقية فوق الرصيف والأبراج تقطع. طيب امشي في مكان ثاني عشان أقدر أسمعك. والله ما أقدر أروح عن السيارة تنسرق. في أي مدينة؟ طيب أنا مو سامعك. في الطايف في الدمام، يعني كيف في نجم يتصل فرع بعيد ولا كيف؟ كيف؟ أنا في الدمام. يا أستاذي أنت في مدينة الدمام؟ أي في الدمام ذاتها عند الإشارة. اللي فيها سهل. عاد في إصابات؟ والله ده الزول طايح تحت الكفر ما عارف ومات ولا باقي، والسيارة فوق السيارة فوق الرصيف والساهر قاعد يضرب يصور فينا، أنا ما عارف. إيش يا أستاذي؟ الزول طايح عند الكفر. يعني في رجال مصاب؟ ما عارف والله، رجله تتحرك بس ما إصابة كثيرة والله. يا أستاذي اتصل بإسعاف بعدين اتصل على المرور 993 واطلب 997. بس الزول يتحرك أكيد ما مات حي. طيب حتى لو ما مات حي اطلب له الإسعاف 997. كيف اطلب له اسعاف وسهر قاعد يصور فينا؟ والله ما كلام ما سليم ذا، بعدين المخالفات تجي 50,000. يا أستاذي اتصل على الهلال الأحمر واتصل على المرور. دقيت 939 عشان الهلال الأحمر طلع لي وزارة المياه قال المياه مقطوع عندك. يا أستاذي اتصل على الهلال الأحمر 997. دقيقة في ذا لا حسب سيارة إسعاف طلع حق عسكريم الفجر، والله ده كلام غريب في السعودية تمر سيارة عسكريم. يا أستاذي أنت الآن اتصل على 997. أوكي؟ 998 ده 997. أقول لهم شنو؟ اتصل قول أنا عندي حادث وفي أحد مصاب. بس الزول ما مات، الزول ده حي تحت السيارة يرفج. طيب حي ممكن يكون مصاب في نزيف في شيء. خليه ينزف ليل نهار، ده طالع في وجهي صدمني رقى الكراسيد على الرصيف، ده كلام سنع ولا شنو؟ أستاذي الكريم اتصل على الهلال الأحمر بعدها المرور عشان 9 والله ما داير اتصل، ما عندي رصيد، ده ياخذوا رصيدي كله. شحنت 10 ريال كلها راحت على الرصيد، ده الزول من طجع تحت السيارة. في أمان الله. شكرا لك.